السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما وعدتكم أنه اليوم راح نقدم حلقة على المنتخب الياباني وتكتيكاته. طبعا مثل ما تعرفون المنتخب الياباني راح يواجه المنتخب العراقي في ثاني مباراة لهم في هذه المجموعة من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في الدوحة. بس خلونا نسولف أولا عن المنتخب العراقي، كم شغلة على المنتخب العراقي قبل لا نتوجه على المنتخب الياباني. المنتخب العراقي منتخب حديث التكوين حاليا، واللاعبين أغلبهم لعبوا تقريبا مسافات قريبه بيناتهم، ما صار لهم اكثر من موسم هذا دي يلعبون بيناتهم. اذا هاي نقطه وميزه جدا مهمه للفريق العراقي تساعده على التغلب باقي الفرق، لان حيكون مجهول لباقي الفرق الثانيه ومدربيها. طبعا المدرب العراقي اللي هو كاساس الاسباني كان له حريه عمل كلش واسعه، وكان يراقب الدوري العراقي كليته تقريبا كل المباراة، كان موجود قاعد حتى على المصطبات، كان يباوع كل اللاعبين العراقيين، وكان له نظرة كاملة حول العالم عن باقي اللاعبين العراقيين اللي يلعبون في خارج العراق. فكون صورة كاملة عن اللاعبين اللي ممكن أنه يواجه بهم الفرق العالمية. وبصراحة المنتخب العراقي على المستوى المتوسط وعلى المستوى البعيد منتخب مرعب جدا في آسيا، ولكن المنتخب العراقي حاليا يحتاج لبعض اللمسات على مود يوقف قدام الفرق الكبيرة، ومن ثم ممكن أنه يواجهها ويوصل لمستواها في المدى المتوسط البعيد. لكن حاليا خلونا احنا بكأس آسيا. المواجهة الأصعب للفريقين هي المواجهة الثانية للفريقين، هي المنتخب العراقي والمنتخب الياباني، واللي راح تحدد من هو بطل هذه المجموعة ومن هو الوصيف. فلذلك أقول على المنتخب العراقي يجب عليه احترام المنتخب الياباني، احترامه من ناحية تكتيك، احترامه نفسيا، احترامه بدنيا، احترامه للسنين هاي القديمة اللي يشتغل بها المدرب مع هذا الفريق. لكن المنتخب العراقي له فرصة كبيرة في هزم المنتخب الياباني وإحراج المنتخب الياباني في كثير من وقت المباراة، ولكن عليه بالالتزام بالجانب التكتيكي. المنتخب الياباني عنده تكتيك واضح وصريح مع كل الفرق اللي يواجهها، منها فرق أوروبا وفرق آسيا وفرق أمريكا اللاتينية وفرق أمريكا الشمالية. كل القارات اللي لعب وياها المنتخب كان واضحة بالنسبة للمدربين، واعتقد المدرب كاساس إذا راجع الفيديوهات زين راح يعرف نقاط ضعف المنتخب الياباني. لكن هاي نقاط الضعف لازم تتطلب من المنتخب العراقي أنه يحترم الفريق الياباني ويرجع إلى الدفاع، وإذا ممكن يحاول يغلق الهدف بطريقة ركن الحافلة. طبعا طريقة ركن الحافلة استخدمها كثير من المدربين العالميين أمثال مورينيو وغيره، فهذه الطريقة هي طريقة ناجحة. ولكن هل عندك الوسائل للهجوم المرتد على الفريق الثاني؟ هنا اللي لازم المدرب يفهمه، ولازم يخلي لاعبين سريعين بالارتداد للعب في الكرات المرتدة على الفريق الياباني. لأن بصراحة المنتخب الياباني إذا مرت عليه نصف ساعة بدون تسجيل الهدف فأعتقد المدرب ما راح يصبر، راح يغير في أسلوب المباراة. هنا الحكي من الفريق العراقي، إذا المدرب استوعب الدرس وعرف أن المدرب راح يغير بهذه التكتيك مالته والأسلوب مالته لأنه فشل في تسجيل هدف، هنا لازم أسرع وقت المدرب العراقي يطل إعاز اللاعبين العراقيين في ضرورة الهجوم المرتد. لازم الفريق العراقي عنده وقت معين هو من 3 إلى 5 دقائق لتسجيل هدف أثناء تغيير أسلوب المنتخب أو المدرب الياباني. لكل فرق العالم لها نقاط ضعف، هنا نقطة الفريق الياباني واللي أنا لاحظتها عليه ما حد سجل عليه هدف إلا بهاي الطريقة اللي هي تغيير أسلوب اللعب. ولحظة تغيير أسلوب اللعب هي هاي نقطة ضعف الفريق الياباني اللي لازم يستغلها المنتخب العراقي. وإذا المنتخب العراقي ما سجل هدف خلال هاي ال5 دقائق أو ال4 دقائق في تغيير الأسلوب، يجب عليه الرجوع إلى الخلف وركن الهدف بالحافلة وانتظار الموعد الثاني لتغيير أسلوب المدرب الياباني. وبصراحة أقول لكم المنتخب الياباني إذا مر عليه الشوط الأول وربع ساعة من الشوط الثاني فأقدر أقول لكم أنه المنتخب الياباني راح يفقد 40% من خواصه الهجومية بسبب ضعف التركيز. والمنتخب الياباني ما يريد يمر بهذا الظرف من الضغط العام على المنتخب أثناء المباراة، يريد رأسا ينهي المباراة أمام المنتخب العراقي ويدخل بشحن نفسي سريع. فإذا هنا العامل النفسي عامل جدا مهم في حسم هذه المباراة. للماضي العريق اللي قلناه في الحلقة السابقة عن المنتخب الياباني وعن عذاب الدوحة عن الفريق العراقي وهدفه اللي سجله جعفر عمران، هاي كليتها راح تأثر على المدرب. يا جماعة ترى المدرب حالة نفسية وكيان عاطفي، مستحيل راح يتجاوز هاي السنين من عمره اللي ضاعت، واللي كان بإمكانه أنه يكون من أشهر اللاعبين. وبالمناسبة هو كان لاعب جدا مهم بالفريق الياباني، لكنه حرم العراق من هذه الفرصة، فلذلك راح يطب بعاطفته أكثر من ما
ما يدخل المباراة وهو بعقله. هنا الشغلين من المنتخب العراقي. المنتخب العراقي يجب أنه أحد يوصل هذه المعلومات التاريخية لكاساس حتى يفهم المدرب العراقي أنه المدرب اللي أمامه الثاني هو مدرب محمل بعبء نفسي ضد الفريق العراقي. هسه خلينا نشوف المنتخب الياباني شلون الأساليب مالته اللي اتبعها مع المنتخبات الأخرى. طبعا نقطة قوة المنتخب الياباني هو جهة اليمين. جهة اليمين لاعب 14 اللي هو إيتو، هو أفضل لاعب يمين بصراحة، يعطي مناولات جدا مهمة للعمق ومن ثم تسجيل أهداف. يعني تصوروا المنتخب الياباني سجل 40 هدف خلال عام 2023، مسجل 17 هدف فقط من جهة اليمين وكلها أغلبها من إيتو إلى المهاجمين. هذه جهة اليمين هو مصدر الضارب والقوة الضاربة للمنتخب الياباني، لكن بنفس الوقت جهة اليمين الدفاعية عنده هي جهة جدا ضعيفة، بدليل أنه المنتخب الياباني سجل عليه 10 أهداف في عام 2023. تعرفون كم هدف دخل من جهة دفاع اليمين؟ 7 أهداف دخل من الجانب الأيمن عليه. هذه نسبة جدا جدا قوية، وهذه نقطة ضعف جدا مهمة للمنتخب الياباني لازم يستغلها المنتخب العراقي. وتدرون المنتخب الياباني كم هدف دخل عليه من دفاع اليسار؟ ولا هدف خلال العام 2023، وسجل عليه فقط 3 أهداف من العمق، وما قدروا يسجلون على جهة دفاع الأيسر. إذن جهة دفاع الأيمن هي نقطة ضعف المنتخب الياباني، ولكن بالهجوم المرتد فقط وليس بفتح اللعب. على المنتخب العراقي بيبدي المباراة متحفظ ويرجع للدفاع وانتظار الفرصة في ضرب المنتخب الياباني. راح تشوفون هاي اللقطة المنتخب بيرو في واحدة من المباريات. شوفوا المنتخب بيرو شلون كان يتعامل بالدفاع وشلون طلع بهجمة مرتدة. هو هذا اللي أقصده وهو هذا اللي أريد المنتخب العراقي يسويه. طبعا المنتخب العراقي قادر، عنده العناصر الجيدة، لكن ينقصهم أحد يقول لهم هذا الشيء. من هذا اللي حيقول لهم هذا الشيء؟ المدرب كاساس. يجب أن يقرأ أفكار المدرب الياباني، ولحظة تغيير الأسلوب هو هاي اللحظة اللي هو ينتظرها، ولازم ينقض على المنتخب الياباني. وإذا فشل المنتخب العراقي في تسجيل هدف يرجع إلى الخلف للدفاع. مو عيب الدفاع، لازم احنا ندافع ونأمن مرمانا وبعدين ثم ننتقل للهجوم. هذا الشغل اللي كان يفتقده المنتخب الألماني. المنتخب الألماني بالمباراة خسر 4 مع المنتخب اليابان. ليش؟ كان دائما يريد يصعد للأمام وكان دائما يريد يفرض أسلوبه. واخوان بصراحة اللي يفتح اللعب أمام المنتخب الياباني لابد وأنه يتلقى عواقب وخيمة بصراحة، لأن المنتخب الياباني منتخب ما تقدر تعرف الأسلوب اللي غيره بأي لحظة يتغير. لكن احنا هنا عندنا الوسائل اللي ممكن تجابه المنتخب الياباني واللي تنزل من مستواه عن طريق الجانب النفسي. هنا المنتخب العراقي يجب عليه أنه يغلق منطقة الدفاع ويلعب التحفظ. لكن هذا الأسلوب هل أنه حيتبع المنتخب العراقي ومدربه أم راح نشوف أسلوب آخر للمدرب كاساس؟ بصراحة أنا برأيي الشخصي إذا فتحت اللعب هنا راح تتلقى عواقب وخيمة. فلذلك على المنتخب العراقي أنه يدرس موضوع المنتخب الياباني وأن يحاول أنه يبعد المنتخب الياباني عن وصوله إلى الهدف العراقي بكل الوسائل، لأن المنتخب الياباني متمكن في الدخول من العمق ومن الجانب وفريق جدا جيد في السرعات. فلذلك فتح اللعب أمر خاطئ. وخلونا نشوف المنتخب الياباني أمام يا فريق تعثر. طبعا هم فريقين، الفريق الأول هو فريق أوروغواي. الأوروغواي تعادلت مع المنتخب الياباني، وبعدها الفريق الياباني بكم يوم لعب مع المنتخب الكولومبي وخسر وياه 2-1. وهاي اللقطات اللي موجودة تثبت صحة كلامي أنه المنتخب الكولومبي درس الفريق الياباني دراسة كاملة وسجل عليه هدف من جهة دفاع اليمين. وبعدها بشهرين تقابل المنتخب الكولومبي نفسه مع المنتخب العراقي وفاز على منتخبنا 1-0 وبصعوبة. إذن هنا المقياس اللي موجود أنه المنتخب العراقي أفضل من المنتخب الياباني في مواجهة المنتخب الكولومبي. نرجع نقول المنتخب الياباني ليش يكون ضعيف أمام هذه الفرق؟ لأن هذه الفرق هي مهارية وليست تكتيكية، تحب تهجم بأكبر عدد من اللاعبين. هنا ميزة موجودة المنتخب العراقي. المنتخب العراقي منتخب مهاري وليس تكتيكي. المنتخب الألماني كان تكتيكي والمنتخبات الثانية تكتيكية، لكنه المنتخب الياباني كان دائما من يواجه الفرق الفردية كان دائما يواجه صعوبات أمام هذه الفرق. فملخص الكلام أنه جهة اليمين للفريق الياباني هي ضعيفة بالدفاع لكن قوية بالهجوم، فاختيار الوقت المناسب للهجوم على جهة يمين دفاع الفريق الياباني هي المفتاح للفوز على المنتخب الياباني.
ولحسن حظ المنتخب العراقي أنه عنده أفراد جيدين على جهة اليسار ممكن يطبقون هذا الأسلوب وممكن ينفذون هجمات مرتدة بالوقت المناسب على هذه الجهة. طبعا أنا ما أريد الفيديو يكون طويل عليكم، وإن شاء الله في فيديو قادم راح نتكلم أكثر عن تكتيكات المنتخب الياباني، فخليكم متابعينا ولا تنسون الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب.